إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21 صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من صباحك معسكر بفتح مزهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. قطرات الندى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد. يلا بينا النهارده بقى نبدا كده روتين الخميس مع بعض، ونشوف هنبيت البيت ازاي نضيف علشان نستقبل اجازه سعيده وتكون جمعه بركه عليكم باذن الله. اول حاجه كده عملتها، قمت عملت كوبايه النسكافيه ليا انا ومحمد. قلت بقى ما اصلي الصلاه اللي عليا ويلا بينا كده ايه نشمر ونخش نشوف المطبخ. بس طبعا قبل ما نبدا ما ننساش نحط اللايك للفيديو، ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كمان ما ننساش ندعي لبابا وخاله بالرحمه والمغفره، اللهم امين. كمان نسيت اقولك اشتركي في القناه لو القناه عجبتك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ولو انت اختي من اخواتي الجداد اللي لسه داخلين عندي، فانا برحب بيكم جميعا وبقول لكم بجد نورتوني وشرفتوني بوجودكم معايا. اتمنى بقى تخشوا كده تاخدوا جوله في الفيديوهات القديمه، هتعجبكم جدا، وباذن الله هننزل مع بعض كده فيديوهات باستمرار الفتره الجايه. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه النهارده، ويلا بينا بقى نغسل شويه المواعين دول. بصوا يعني كانوا شويه حلوين كده محترمين، فقلت بصراحه مش هغسلهم لوحدي، لازم اخدكم معايا كده علشان تتشجعوا وتقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. اهم حاجه عندي المطبخ، طالما المطبخ خلص فانا عندي الشقه كلها كده يعتبر نظيفه. المطبخ يكون متنضف وما فيهوش اي حاجه وبيلمع كده، اسيبه بقى مع نفسه كده علشان ايه في اي لحظه اخش اعمل غدا يكون المطبخ نظيف، واخرج بقى ايه اكمل بقيه الشقه معاكم. اول حاجه كده عملتها نزلت كل المواعين اللي عايزه تتغسل، يعني كل اللي كان على الرخامه حطيته قدامي في الحوض، غسلته كله ورفعته كده جنبي زي ما انتوا شايفين. واخدهم بقى ايه حاجه حاجه كده اشطفهم بسرعه واحطهم يتصفوا. قولوا لي بقى النهارده هتعملوا ايه في يومكم، وهل انتوا فعلا عاملين كده روتين مخصص كده للخميس، ولا سايبين كده اليوم كده ماشي ببركه ربنا؟ انا بصراحه يعني بحب اخصص يوم الخميس ده في التنظيفات وان انا اخلص كل اللي ورايا علشان اجي يوم الجمعه ما يكونش ورايا اي حاجه، لان كمان عندنا درس يوم الجمعه، فاهمين؟ فبحب ان يوم الجمعه يكون ايه فاضي بالنسبه لي، يعني دوبك هعمل الاكل، هننزل الدرس، هاجي راجع مع العيال شويه، بس كده فاهمين؟ حتى لو راح عند ماما ما يكونش ايه ورايا اي حاجه. هنا بقى ايه خلصت كده المواعين كلها وهشطفها كده واسيبها ايه تتصفى جنبي على الصفايه. انا جنبي كده على طول على الرخامه دي في صفايه يعني. ساعات بصفي عليها الحاجه واشيلها، وساعات ايه اخليها موجوده كانها مطبقيه كده استخدم منها الحاجه على طول يعني. بصوا بقى معظم الحاجات هنا كانت بلاستيكات واطباق وكده، الحمد لله يعني تقريبا كده ما فيش حلل. كوبايات بقى كوبايات، الروتين ده كنت لسه جايه يا دوبك بصوا من عند ماما كده، وطبعا محمد منزل الكوبايات كلها، ما بيشطفش كوبايه من وراه حرفيا حتى لو مكانها ميه، فكوبايات بقى بطريقه يعني ما تتوصفش. فقلت كده اغسل كده الكوبايات كلها، ولميت بقى كده حاجتي كلها وخلاص، المهم كده الحمد لله خلصت. وكملت بقى بصراحه المطبخ كده مع نفسي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. عملت بقى البوتاجاز كده لمعته بسرعه، وكمان لمعت الارض كده وفرشت السجاده ولمعت كمان الرخامه. عملت بقى كل ده مع نفسي علشان انا عامله لكم مفاجاه في المطبخ، هنعمل كده فيديو قوي جدا في تنظيفات المطبخ، فعشان كده قلت ايه خليني اعمله دلوقتي كده بسرعه في روتين الخميس، وباذن الله المطبخ ده اصلا ليه فيديو لوحده. تعالوا بصوا بقى هنا المفاجاه القمر اللي انا عملتها لاخواتي دي، عملت لهم ميداليات كده عليها صوره خاله، والجنب التاني انا وبابا، وكل واحده بقى عملت لها صورتها مع بابا يعني، والناحيه التانية كده صوره خاله. عايزه اقول لكم فرح بيها جدا، والفكره جت كده في دماغي يعني مره واحده. فقولوا لي ايه رايكم في الميداليات؟ بس دي برضه عملت انجي وبابا والهام وبابا وحبيبه وبابا، وكمان كنت عامله واحده لماما وبابا معاها.
والناحيه التانية كده خاله زي ما انتم شايفين. بصراحه حلوين جدا وخامتهم حلوه قوي. فقولوا لي ايه رايكم فيها. اللي برضو لو حابين يعني اكتب لكم رقم البنوته اللي انا عامله عندها عرفوني وانا اكتبه لكم في الكومنتات. هي تقريبا يعني عندها توصيل. فبص برضو ما شاء الله اللي هي اذكار الصباح والمساء دي بقى جايلي هديه يعني من الميس بتاعه العيال. فقولوا لي ايه رايكم فيها. حلوه قوي بصراحه. علقتها كمان في ميداليه المفاتيح، قلت عشان ايه يعني اقرا منها على طول. وخطها واضح كده وصغنن شويه بس واضح يعني عشان الخلفيه غامقه. هنا بقى تعالوا ايه نشوف المفاجاه الكبيره دي يا جماعه. الصاله اللي كان فيها المكن والكركبه وكان حالها ما يعلم بالله ربنا. نضفتها كده واللهم صل على النبي ومسحتها. يعني فضيتها خالص. بس قلت بقى هنا طبعا انا كنت عامله روتين معاكم هنا في الريسبشن، فقلت ايه اللهم صل على النبي يعني اكنس كنسه حلوه كده واظبط كده الانتريه علشان تبقى الجزء. عايزه اقول لكم بقى ان انا منعت العيال خالص يلعبوا في الجزء بتاع الانتريه ده ولا حتى يقعدوا فيه. حتى ان الشاشه بتاعته قافلاها على طول مش بنشغلها. قلت عشان ايه ما اعملش بقى هنا قاعده تاني والعيال كل شويه تبهدل الدنيا واقعد اعدل الكنب واقعد الانتريه وموضوع كده ما يعلم بالله ربنا يعني. وهذا ورا الانتريه هنا وهنا وهنا. فبصراحه قلت احسن حاجه في الجزء ده اللي هو يكون متروق كده وفاضي ويبقى ده ايه يعني للضيوف كده زي ما بيقولوا، مع ان ما بيجيلناش ضيوف ولا حاجه بس هو للضيوف. يعني قلت اللي هو يكون فاضي محدش يلعب فيه تاني ولا الكلام ده. وبصراحه يعني حاسه في فرق اليومين دول يعني شلت من عليا مسؤوليه ترويق الانتريه كل يوم. انا بس هنا قلت ايه اظبط كده الدنيا يعني عشان ايه روتين الخميس وما يكونش فيه ولا ترابيه في الارض ولا اي حاجه. وكمان يعني كنت قاعدة في الجزء ده انا وسلفتي. فقلت ايه يكون بقى نضيف. وطبعا كان مكان رجل العيال هنا وهنا فقلت انضفه يبقى فاضي خالص. بصوا بقى هنا الصالة ما شاء الله يعني طويلة طويلة طويلة. فجبتها بقى كده كلها من اولها لاخرها مسحتها كلها. خليت ما فيهاش اي حاجة خالص. حطيت فيها بس الكرسيين بتوع الركنة دي الركنة سابقا يعني. فحطيتهم كده وحطيت هنا قدامهم الحافظة. وطبعا علقنا شاشة في المكان ده. وقلت بقى ايه تبقى قعدتنا هنا على طول. على الاقل لو انا في المطبخ بعمل اكل او بعمل اي حاجه يكون العيال قدام عيني ما يكونوش في الجزء بتاع الانتريه كده ولا حاجه. هي اخر الطرقه دي يعني كده المطبخ هو اللي في الوش. بص بقى فرشت كمان المشايه الرفيعه دي هنا. قلت ايه عشان تبقى خفيفه كده بما اننا خلاص بقى بقينا في الصيف يعني فمش محتاجه سجاد تقيل ولا حاجه. يلا بينا بقى ايه نخش على اوضه النوم ونشوف هنعمل فيها ايه. بص انا كنت طبعا لسه عامله معاكم روتين فيها بس طبعا بتتبهدل عشان احنا بننام فيها يعني والعيال بيناموا في اوضتهم بتتبهدل. فكده عندي الاوضتين بيتبهدلوا بس مش مشكله مش هتيجي على بهدله السرير اقوم اعدله كل يوم وخلاص. لكن قعدتنا كلها بقت في الصاله خلاص. هنا بقى قلت اطلع كده ملايه برضو نظيفه لان بقى لي كام يوم ما غيرتش الملايه. وانا بصراحه ما بحبش اسيب الملايه يعني بالاسبوع والكلام ده. انا ممكن اغيرها الخميس واجي اغيرها تاني يوم الاثنين مثلا. هو 3-4 ايام كبيرها قوي وبتتغير يعني مغيرها اصلا مرتين في الاسبوع. اذا كان بقى شتاء او صيف دي حاجه اساسيه كده عندي. عايزه اقول لكم انا ممكن ساعات اغيرها اكتر من كده لو حاجه وقعت مننا غصب عننا على السرير او الكلام ده. فعادي بطلع ملايه نظيفه واقوم اغيرها على طول. بس الاساسي عندي اللي هو ايه يومين في الاسبوع. هنا بقى مالك كان بيناولني كده المخدات علشان ايه اغيرها يعني على طول. طبعا طلعت انا بقى كنت فرشه يعني ملايه ساده فقلت اطلع المره دي حاجه كده مشجره نكسر ايه الساده ده شويه. فهنا بقى ركبت كده الاكياس كلها. وعايزه اقول لكم ان الاوضه ما فيهاش اي حاجه يعتبر هغير الملايه وهكنس الارض على طول. بصراحه كنت متردده المع ما لمعش المع الارض ما لمعش الارض. بس جيت في الاخر كده قمت شايله كده السجاده ضمها شويه وقمت ملمعه كده الارض مع نفسي. مع ان انا لسه برضو في الروتين بتاع الاوضه انا كنت لسه مسحه الاوضه كلها معاكم يعني ومنضفاها كده تنظيفه عميقه. لو ما شفتش الفيديو ده رجعوا شوفوه هتلاقوا كده من فيديوهين 3 تقريبا. هيعجبكم قوي برضو وهيشجعكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم في الاوضه. فرشت بقى هنا الملايه ويلا بينا. رصيت بقى المخدات مع نفسي بصراحه. يلا بينا بقى هنا نكنس الارض كده على طول. وطبعا انا جايبه السجاده بتاعه الصاله اللي كانت بره دي هنا ومطلعه الحافظه اللي كانت هنا بره عشان الحافظه اكبر يعني. فاحنا اصلا كنا بنقعد عليها على طول فهي تبقى اسهل يعني في الغسيل وكده. فطلعتها بقى كده حطيتها بره عشان تملى كده الارض كلها لان مفيش لسه شيلت ولا حاجه بره نقعد عليها. فكان لازم الارض تكون كلها مفروشه. مشيت بقى كده بالمكنسه وشفطت كده التراب كله اللي في الاوضه. وما شاء الله يعني الاوضه بقت تحفه تحفه يا جماعه طالما مفيش حد من العيال بيخش منها. بس مالك بيديها لما بقى كلمه العيال طالما مالك ولوسين ده مش بيخش الاوضه فالاوضه بتفضل نظيفه. لسه بيقول لي يا ماما بلاش كلمه العيال دي ما تقولي مالك ولوسين ده. قلت له حاضر. فما علينا بقى يلا هكنس كده الارض كويس قوي
وبصوا السجاد ده علشان يعني في حاجات بارزه وكده وحاجات نازله لجوه غائر وبارز يعني. فكان بحب يعني افرشها بالمكنسه كده كويس واعيد عليها مره واتنين عشان اي تراب يعني يطلع فيها على طول. هنا بقى ده كده خلاص خلصت، وقولوا لي ايه رايكم. كمان الملايه يعني اللهم صل على النبي، المرايه لمعتها على طول، وهنا حطيت طبعا المخدات كده على طول مع نفسي، مرضيش اطول عليكم الفيديو. خلصنا بقى كده تنظيفات ويلا بينا نخش المطبخ نعمل غدا النهارده. اول حاجه كده كنت حاطه ميه بتغلي على النار بعد ما خلصت تنظيف المطبخ، واللهم صل على النبي رحت بقى سقطت فيها الفراخ كده علشان اسلقها. دي فرخه كامله بس متقطعه 8، لان انا عندي العيال ما بياكلوش الربع كامل، فبقول بدل ما اطلع الربع ويتبهدل فبطلع لهم جزء جزء يعني ياكلوه. فهنا بقى حطيت كده طبعا طماطم بصل ورق لورا فلفل اسود ومرقه ماجي، وسبت الفراخ تتسلق مع نفسها. هنا بقى جبت كده شويه شعريه حمرتهم بحته سمنه وشويه زيت، وهنزل بقى هنا كده بالرز، وهنزل كمان بشويه ملح وشويه ماجي، وهقلب الرز كويس قوي واسقيه كده بميه سخنه. اهم حاجه الميه تكون سخنه عشان الرز يستوي معانا بسرعه ما يعجنش. طبعا في ناس كتير بتحب تسقيه يعني بالشوربه، وانا كمان من الناس دي، بس انا الشوربه عندي كانت لسه ما جهزتش. هنا بقى جبت بصلايه كده متقطعه صغير ودبلتها ونزلت عليها بحزمتين السبانخ كده اللي عندي، قطعتهم كده بالسكينه رفيع قوي اكني بقطع خضره، وهقلبهم كده في السمنه يعني والبصل لحد ما تدبل. جيت هنا بقى الفراخ خلاص كانت خلصت، وبصوا الشوربه بتاعتها صافيه وجميله ازاي، ما شاء الله حلوه جدا واستوت معايا. وانا طبعا خليتها كده على نار عاليه غلوتين، وبعد كده وطيت عليها لحد ما استوت براحتها. هاجي بقى هنا كده عند الخلاط وهجيب شويه طماطم. هنا أنا كنت عامله الطماطم زياده شويتين علشان انا كنت عايزه يعني اضرب طماطم بالزياده لحاجه تانية يعني كنت بعملها. فاللهم صل على النبي، هنا هضرب بقى كده شفشق طماطم واحد علشان خلاص السبانخ على النار اهي وقربت تدبل معايا، وعايزه انزل عليها بالطماطم على طول. هضربها بقى كده ضربه حلوه. هنا بقى كل ما بعوز كده طماطم يعني بزود على طول والخلاط شغال. بس كده بقى عملت شفشق الطماطم، واخد كده الطماطم دي وانزل بيها على طول على السبانخ بعد ما دبلت كده زي ما انتوا شايفين. بصوا مفيش اسهل من طريقه السبانخ دي بصراحه، حلوه قوي. حطيت بقى الطماطم اللي انا عايزاها والباقي احتفظت بيه يعني في الفريزر. اديتها بقى كام غلوه كده، حطيت لها طبعا البهارات بتاعتها، واديتها طشه توم، دي اهم حاجه. يلا بينا بقى نغرب بسرعه. الرز اهو استوى معايا وبقى زي الفل. بصوا يعني ريحه وطعم مفيش بعد كده. جربوا كده يعني لما تيجوا تعملوا الرز اعملوا سمنه وزيت مع بعض، هيديكوا بصراحه نتيجه حلوه قوي. الزيت بيدي لمعه والسمنه بتدي طعم تاني خالص، يعني الصراحه حاجه كده مختلفه. طبعا لو الشوربه عندك كانت خلاص خلصت زودي طبعا شويه شوربه على الرز، بصراحه بيدي طعم حلو قوي. هنا بقى السبانخ كمان معايا خلاص خلصت اهي، وطبعا اديتها طشه الثوم، وبصراحه الثوم مع السبانخ بيوديه في حته تانية خالص. طبعا حطيت لها البهارات بتاعتها ملح وفلفل وكزبره وماجي، وبس كده بقى جاهزه معايا. هغير بقى كده طبق السبانخ، وعايزه اقول لكم لو في بقى لحمه مفرومه واتعملت باللحمه المفرومه بجد بتبقى خطيره خطيره بجد. باذن الله نعملها مع بعض في وقت تاني. هنا بقى كده غرفت خلاص السبانخ، وكمان الفراخ كنت طلعتها من الشوربه وحطيتها تحت الشوايه في الفرن عشان تتحمر. اتحمرت بقى كده وخدت اللون الذهبي الجميل ده. وبس كده ده غدانا النهارده. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، اتمنى كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركه، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. ده بقى كان روتين الخميس بتاعي، اتمنى يعجبكم، واتمنى كده لو انت متاخره فيه فيلا عندك وقت تقومي تخلصي كل اللي وراكي. وبس كده واشوفكم في فيديو جديد.